السلام عليكم، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في فيديو جديد، قصة جديدة وعبرة جديدة. معنا القصة قصة ديال اليوم قصة واعرة. امضى كداير الاجواء عندكم؟ كاين شي برد، كاين شي شتا، كاين شي عجاج؟ حنا البرد والعجاج هلكنا، فالحمد لله على كل حال. اللي كتجي من عند الله كلها بخير ومزيانه، اللهم لك الحمد. بالنسبة للقصة ديال اليوم بعنوان تاني مطلقة، وفاش عقدت معاه فرض عليا انني ندير بكرة اصطناعية، واللي وقع مع قوسي كيبورش. فهذا هو العنوان ديال القصة ديال اليوم. بغيتكم كاملين تسمعوا لهاد القصة وتاخذوا منها العبرة. ما تنسونيش باللايك بلي جيم وبلي كومونتير، وكذلك بالبارطاج. الله يعطيكم الخير، ويلا ندخلوا مباشرة في القصة ديال اليوم اللي مولاتها كتحكي وكتقول: انا ليلى، وفي العمر ديالي حاليا 28 سنة. جيت اليوم نشارك معكم قصتي ومشكلتي، ونقول لكم اشنو طرا ليا وبالضبط في ليله عرسي وبالراجل اللي دام الحب ديالي ليه تقريبا عام ونص. نهار اللي قررنا الزواج وفعلا تزوجنا، وليت كنعرف عليه وكنشوف منه شي حوايج ما كيعجبوش. ما علينا، انا بنت واحد العائله عاديه وعلى قد الحال. ملي بديت ناقل في هاد الدنيا وحنا عايشين عيشه ديال الحلال. الوالد ديالي كيضرب تماره وكيجيب لنا طريف ديال الخبز ناكلو حلالا طيبا. الام ديالي ربت بيت. حنا ثلاثه بينا، جوج ديال الاولاد وبنت وحده، وانا هي الوحيده وسط خوتي جوج، وانا هي الكبيره فيهم. امي بقات تقريبا شي 8 سنين عاد جابت خوتي، لانها كانت كتعاني من واحد المرض وكان عندها واحد التكيس في المبايض، وحبلت بيا ولدتني انايا، ومن بعد ما جابليهاش الله. من بعد ما بدات كداوي الطبيب، طلع هنا طلع لهيه، الحمد لله تمكنت انها حملت المره الثانيه وموراها حملت المره الثالثه. داكشي علاش ولدتني انا وجوج ديال خوتي اللي بطبيعه الحال باقيين صغارين في العمر. المهم علينا، دازت الايام والسنين والشهور، وصلت للسن ديال المدرسه، دخلوني نقرا بحالي بحال اي بنت في العمر ديالي دخلت تقرا. كنت فرحانه كوني انني من النوع اللي كتحب القرايه، وكنت مولوعه بشي حاجه سميتها الدراسه. مع العلم كانوا قراوني في المسجد اللي هو الروض. كانت واحد السيده جارتنا دايره واحد الكراج كتقري فيه الوليدات الصغار، وكنت كنمشي عندها كنقرا عندها، ورغم صغر السن ديالي كنت ذكيه الحمد لله. المهم دخلت للمدرسه، قريت الابتدائي كامل، كنت كنجيب واحد المعدل اللي زوين، واي وحده في العمر ديالي كانت تتمنى تجيب داك المعدل. كنت دائما انا هي الاولى في القسم. كانوا كيقراو معايا بزاف ديال البنات مجتهدات، وما عمر شي وحده دازتني. دائما انا هي رئيسه القائمه كامله في القسم. المهم قريت الابتدائي كامل، قريت الاعدادي كذلك، ولكن غير طلعت للسانكيام غادي يخرجوا رجليا من الشواري بحال اي بنت كتجيها المراهقه شويه قاصحه. بزاف ديال البنات ما كتجيهمش المراهقه، ربما كتجيهم من بعد، ربما كيديو ما كيجيبوا، ولكن انا فعلا جاتني المراهقه وجاتني صعيبه بزاف، لدرجه انني وليت انا كنهتم بالجسم ديالي بالملامح ديالي، دائما واقفه في المرايه كيف ما كيقولوا المثل المغربي: شميت ريحتي باطي. وليت انا كنمشي مع البنات كنخرج، ما بقيتش كدير بالدراسه ديالي. نقدروا نقولوا بحال اللي تكاسلت وما بقيتش كيف ما كنت وما بقاتش عندي داك الرغبه وديك الاراده. داكشي علاش الوالد ديالي حس بيا انني ما بقيتش كيف ما كنت، وغادي يلاحظ ليا بزاف، وغادي يولي يتبعني، وغادي يولي يشوف شنو انا كندير ورا ظهورهم. لان حتى من بعد ما بان لهم تغير كبير فيا، من ناحيه ديال الدراسه، من ناحيه ديال اللباس، من ناحيه طريقه الكلام، من ناحيه ديال انني فوقاش كنمشي وفوقاش كنرجع، وليت كنغيب بزاف. بغى يشوف شنو واقع من مورا ظهرو، وهنايا غادي يكتشف السر الخطير ديالي، ديال انني كنت كنغيب بزاف، كنت كنمشي مع البنات وكنمشيو مع الدراري، وما كنخليو ما كنديرو. بيني وبينكم ما كنا كنخليو ما كنديرو. المهم تفلس واحد الفلاس كبير، وما كانش با تبعني وعرف انني بديت كنحارف يعلم الله فين كوصلت. ما علينا، النهار اللي عرفني با انني ما بقيتش كيف ما كانت، وما بقيتش داك البنت المجتهده، داك البنت اللي عندها غير مع القرايه وما عندهاش مع شي حاجه اخرى، هنايا غادي يفرض عليا باش اما نقرا ونسرح راسي ونزير راسي في القرايه، واما نخرج ونجلس في الدار. اختاريت انني نكمل القرايه وصافي، ما بقاش كندخل ونخرج وما يبقاوش فيا داكشي اللي كنت كندير.
مع العلم راني كليت قتله ديال العصا، ما عرفني الوالد انني كنخرج مع البنات كنمشيو نتلاقاو مع الدراري، راه ما دوزهاليش وما مرش عليها مرور الكرام، غادي يعطيني واحد القتله ديال العصا وغادي تشدني تا ماما دارت حقها، وقال لي شوفي عندك حل واحد من جوج، اختاري واحد، اما تقادي راسك في قرايتك وتمشي نيشان في الخط، واما غادي تخرجي وتجلسي في الدار. هنا اختاريت انني نقرا وندخل سوق راسي، ولكن البنات سرعان ما انحرفت، واخا صراحه نجحت السانكيام ولكن نجحت بواحد النقطه ناقصه بزاف، طلعت للسيزيام بديت كنقرا، قريت الشهر الاول الثاني الثالث بديت عاوتاني كنحارف، بديت كنتكاسل، بديت عاوتاني كنغير الطريقه ديال اللبس ديالي، وكل مره صراحه ايوا هي هذيك الوالد ديالي قلت لكم بدا عاوتاني كيحس بيا بلي انا ما بقيتش كيف ما كنت، يعني الاول د العام ماشي هو نص د العام، وهنا غادي شد عليا واحد ديفو قدو قد الجبل، كنت كنتمشى مع واحد الدري، واحد الشماكري اللي بطبيعه الحال كان هو واحد الجزء كبير من ان حياتي ضاعت بسببه. حصني الوالد ديالي كنمشي معاه، كنا داك الوقت كنمشيو انا وياه لواحد الدار، ولكن ما كانش بيناتنا شي علاقه مباشره، يعني كان داك الشيء راكم كملوا من راسكم. المهم هي هذيك فاش حصني الوالد واحد النهار تبعني، حصني داخله لواحد الدار، جا كيسول شنو كاين فين مشيت، عارف انني دخلت مع شي واحد، دخلت بوحدي ولكن فاش خرجت مع شي واحد. ايوا كانت واحد الشوهه كبيره ما نقول لكمش عليها، لدرجه ان با وصل داك الدري للمخزن قال لي البنت باقا قصير وهادي وهادي وهادي، وهنا الوالد غادي يشدني غادي يعلقني وغادي كان غادي يقتلني، كان غادي يشرب لي من دمي. هنا فرض على داك الدري انه يتزوج بيا، قال لي الا كنتي باغيها، قال لي انا حيت انا باغيها عمي وهادي وهادي، قال له باغيها غادي تزوج بيا دابا تعقد معاها وغادي تديها. وفعلا الوالد ديالي غادي يبزز عليا داك الزواج، واخا انا صراحه كنت كنبغي الدري، كنت كنحماق عليه، ولكن مازال ما عندناش العقليه ديال الزواج، لا انا لا هو باقي حتى هو صغير، عندك الوقيته يلا طلع في 18 عام، هو تقريبا عنده 23 24 عام، ويلا يلا يلا كيجيب الكارو ديالو، يعني يلا كيقدر يخدم باش يجيب الكارو ديالو. ساكن غير مع والديه، عنده خوت اخرين كبارين عليه ما مزوجينش. المهم فاش لقى با القضيه فيها الدار وكندخلوا شي معاش ونخرجوا شي معاش، قال لك صافي غادي تزوجوا، ولا انا غادي ندير في راسي شي حاجه وندير فيكم شي حاجه. خلاوني يلاه كملت 18 سنه، داروا عليا العقد، مع العلم ان با مشى عند والديه وداك الشيء قال لهم ولدكم البنت كيتحرش بها، هي قاصر، هي باقا بنت مازال قاصر وهو كيديها وهادي وهادي، ولدكم غندخلوه للحبس. صافي قالوا له الوالدين ديال الدري، قالوا لي صافي حنا البنت غادي نعقدوا عليها، الا كان باغيها نعقدوا عليها ويديها نيت باش ينوض يتحمل المسؤوليه ديالو. وفعلا غادي يعقدوا عليا، غادي ندير واحد العرس على قد الحال. غير الشوهه والفضيحه كانت شوهتنا الشوهه. ما علينا، درنا واحد العرس اللي هو على قد الحال وبسيط، مشيت روحت لداري، انا باقا عزبه الحمد لله، ما كنتش الصراحه هجاله ولا شي حاجه، ولكن بيني وبينكم طحت من النظر ديال با، من النظر ديال الناس، كاع الناس هضرت فيا، لان داك الشوهه كانت كبيره. انا باختصار كنقول لكم ان عرسي داز واحد الظروف اللي ما تبغيها حتى شي بنت في بلاصتي انايا. درت العرس بهذا السيد وروحت عندهم للدار، لدرجه انني كنت كنتحط بالعاهره ونتهز بالعاهره، كلشي كان كيعاني، وخصوصا واحد الشيخي اللي ما كانش كيحمل فيا الشعره، بمعنى ما كانش كيحمل فيا الشعره، كان قبيح معايا بزاف وكان كيعايرني وكيعيط لي غير القوطه، ما عمرني ما سمعتو قال لي يا بنتي. ما نكذبش عليكم، حتى ملي كنكون دايزه حداه كيبقى يدفل حاشاكم، كيبقى يخيخ، كيعيط لولدو غير السكيري. المهم الراجل في الاول كان كيبين لي داك العين الزوينه، من بعد ولا كنبين لي العين الحمراء، ما بقاش كيديها فيا، ما بقاش كيتسوق ليا، ولا نهار خدامو 3 ايام ناعس، من بعد غادي نوض باه غادي يجري علينا بجوج بينا، قال لي يا بنت الناس انا ما عندي فين نديك وما عندي فين نمشي بيك، سيري عند باك، انا غادي نمشي ندبر على راسي من بعد وغادي نشوف شنو غادي نديرو. هزي حطني عند بابا، بطبيعه الحال الوالد ديالي مابقاش كيحملني، ماما دائما كتعايرني كتقول لي درتي المشاكل لراسك، زربتي على راسك مثل الحرام، كنتي كتقراي مزيان، دائما داك الموال ديال 24 ساعه كتسمعيه على ودنيك. هذا الشهر الاول الثاني بابا قال لي فين راه هاد الحمار يجي يهزك من هنايا، قلت لها بابا راه شنو وقع لينا، حيت في الاول ما قلنا لهمش اننا راه وقع لنا مشكل في دارهم وجراو علينا. عيط عليه قال لي جدي، ايوا قال لي عمي انا ما عندي ما ندير لها، انا الخدمه عندي عيانه وساكنه غير مع الزوافريه، والديا جراو عليا، دابا بنتك هي عندك، ما
يعني داكشي اللي قسم الله تاكلوه معاكم تيحن الله. بقيت مع با الشهر الأول قلت لكم، الثاني، الثالث، الرابع، 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، حتى دخلنا في العام في الشهر التاسع. تما عيط ليه با قال لي دابا هاد البنت واش مازال غراضك فيها ولا كيفاش؟ 9 شهور ما جيت لعند مرتك ما فكرتها حتى ب4 ريال، كيفاش البلانك؟ قال لي عمي انا ما عندي ما ندير لك، بنتك تما ندبر محاينك، ياك بنتك راه عندك، ما عجبكش الحال سير عمي طلق. هكاك قال لي ايوا ما قلتي عيب. جا بابا انا تشاور معايا قال لي دابا انت شنو كتقولي في هذا الشيء؟ قلت ليه فاش؟ قال لي في السيد شنو كيقول شنو كيقول. انا بقيت البنات غير كنشوف بيني وبينكم ما عجبنيش الحال وبقيت كنبكي وهذا. هضرت معاه قلت ليه دابا انت شنو علاش ناوي؟ قال لي انا ما ناوي حتى على شي حاجه، انا ملي ديتك وانايا مرماد وانايا وعائلتي جراو عليا بسبابك وانتي دايره وانتي فاعله وانتي ما كنتيش كتخرجي غير معايا انا وكنتي كديري وانا اللي تلبكت فيك وانا المهم بدا كيعطيني شي هضور خايبين كيرميني بشي اتهامات اللي خايبين بطبيعه الحال. في الاخر صافي قلت ليه شوفوا ولد الناس، سمحوا لي جاني واحد الاتصال قطع ليا تسجيل. المهم شفت راسي انا هاد السيد ما كاينش شي منه، قلت ليه شتي شنو غادي دير انا وياك صافي غادي نطلقوا. قال لك لا بغيتي تطلقي مرحبا، سير اختي ديري الاجراءات ديالك عندك تما باك دبري محاينك، انا ما عنديش كندير وما عندي ما نعطيك وهادي وهادي. وليت كنطلب سلالانب. با قال لك دابا شنو؟ قلت ليه غادي نطلق. ايوا قال لك شتي قله العقل، هاد النهار مباركم سعود وغدا الله يعدم لاجري، وهاد الزوج الزنقه ولا بقى في الزنقه. المهم راكم عارفين ما غاديش يرحموني دارنا، بقاو عليا بالهضره والمعيور والسبان وطاطا منا بطاطا باللي وانتيا وكون وكان 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 وكون 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 وكون. قلت لهم دابا غير فكوني، كان يكون كن، فكوني عباد الله فكوني. طلقت البنات ما ديت لا حق لا باطل من داك المجرتل. المهم قلت لكم كانت واحد التجربه قاصحه في الحياه ديالي، وهنا ضربت على شي حاجه سميتها الزواج. رغبت بابا، زوقت فيه وترجيته بوست له رجلي وقلت لها بابا خليني نكمل القرايه. قالك عاد انا نخليك تزيدي تقراي. ضحكتي عليا نهار كنتي عزبه حاره دابا اللي راكي مطلقه. قلت لها بابا انا كنوعدك وعد شرف، انا ما غندير لا هك ولا هك، انا دابا صافي درت عقلي وديك الوقيته كنت صغيره وضحكوا عليا البنات وهادي وهادي وهادي. المهم الوالد ديالي فكر مزيان وفي الاخر قال لي صافي كملي القرايه ديالك ولا لقيت عليك بنيتي غرام ديال الديفو راه ما غاديش نرحمك. فعلا البنات كملت القرايه ديالي، درت باك ليبر جاب الله، اجتهدت قريت صراحه، ضربت التماره ديال بصح بيني وبينكم ضربت التماره. دخل لي واحد السيد كنت كنعرفو هكا معرفه غير سطحيه، قلت ليها ودي انا شنو صرا ليا وباغا غير نخدم زعما شنو ما كان. ما كنتش الصراحه عواله في الخدمه، نخدم الخدمه ديال الدوله، كنت كنقول انا اللي كان يعني غير نخدم بالورقه والستيلو يعني قال لي ندبر لك فواحد الشركه كاتبه فواحد الشركه ولكن غير عمل خاص يعني في القطاع الخاص وصافي. قلت لي الله يجازيك بخير فاش ما كان المهم غير نخدم فعلا. دبر لي هذيك السيد الله يجازيه بخير في ديك الشركه هذيك، دخلت كاتبه الحمد لله، واخا خدمت 6 شهور الاولى ما عطاوني فيها حتى درهم البنات بحال غير ستاجيت عندهم. بديت الخدمه ديالي من بعد بديت كنتخلص عادي بواحد البركه ديال الفلوس، شويه كنصرفوا مع والديا كنعاون به، شويه راكم عارفين كندور به، شويه كنخزنوا لدوير الزمان. بقيت خدامه على راسي داخله سوق راسي، ما بقاش عندي مع المشاكل، دايره الحجاب ديالي كنلبس جليلبتي غاديه في نيشان وجايه نيشان. واخا راكم عارفين الالسنه ديال الناس ما غاديش تخليك في راحتك، ولكن ما كنت كندير حتى فشي واحد. المهم عندي انا عارفه راسي وعارفه راسي شنو كنسوى. نهار غلطت راني اعترفت بالغلط ديالي، ونهار اللي شديت الطريق راني كنت شاده الطريق. بابا واخا هكاك دائما كان داير مني كما كيقولوا الحذر ديالو، دائما كان واخد الحذر ديالو، دائما كان حاضيني. شحال من مره كنت كنشوفو تابعني ولكن من حقه كيبقى با مسكين. المهم دازت الايام دازت السنوات، خدمت البنات ديك الشركه لمده ديال تقريبا ديال 3 سنين، طلعت في 4 سنين. هنا غادي نتعرف على واحد الشاب هو اللي جيت نعاود لكم عليه اليوم. هاد الشاب كانت عنده غير واحد الخدمه، واحد الشراكه مع ديك الشركه اللي كنت خدامه فيها انا كاتبه، وكان جا واحد المره لتما شافني صافي من ديك الوقيته بحكم الخدمه ديالنا المشتركه كان خدا الرقم ديالي،
كان تواصل معايا على شي حاجة كتخص الخدمة شي 2 المرات ولا 3. من بعد أنا كنت درت واحد لوبيراسيون البنات الله يجيكم، شدتني المصرانة الزايدة وكنت فتحت عليها urgence. كنت واحد الصباح صبحت مريضة وكنتقيا حاشاكم غير الخطورة، وصبح فيا الوجع. ملي مشيت غير ندوز قالوا لي عندك المصرانة غادي تطرطق، خصك ضروري ديري عملية. درت واحد لوبيراسيون صافي ساق هو الخبر بلي أنني فتحت. سول عليا وداك الشيء وجا زارني شافني كي بقيت سول فيا الله يجازيه بخير و صافي تما ولات العلاقه ديالنا. كانت في الاول علاقه غير ديال صداقه وصافي كيسول فيا كي بقيتي لاباس صافا بخير هادي طاطا منا بطاطا ملي. خرجت انا من لوبيتال كان البنات غير فتحت على المصرانه الزايده مورا ب 15 يوم سبحان الله العظيم فتحت على المراره. يعني جاتني جوج ديال الضربات دقه وحده. الفتحه الاولى كان جا عندي غير هو، ولكن الفتحه اللي فتحت الثانيه ورجعت لدارنا كان جاب مو قال لي غادي نجيب الوالده راه كتسولني عليك بحكم انني عاودت لها عليك وهذه. حتى لواحد النهار لقيناه جاي بواحد مو جاي عندنا بحكم انه زميل في العمل وصافي كتجمعنا واحد الحاجه سميتها الخدمه. زاروني شافوني طاطا منا صافي تجمعت معنا مو مشاو بحالاتهم. حتى لواحد النهار هو يقول لي يا فلانه قلت ليه نعم. قال لي الا كنتي زعما راكي مرتاحه شويه ومزيانه بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع. قلت ليه دابا راني مزيانه الحمد لله. كان باقي لي تقريبا واحد السيمانه ورجع بحالتي الخدمه. قال لي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع مهم الا جات على خاطرك. قلت ليه اوكي واخا ماشي مشكل. قال لي ما غاديش يصلح لنا نهضروا في التليفون. قلت ليه ايوا. قال لي هكا الا كان عندك شي وقيته نخرجوا انا وياك بغيت نهضر معاك واحد الموضوع مهم ما يصلحش نهضروا فيه بالتليفون. صراحه شوشني. انا كنت كنقول عادي زعما ما جاتش لبالي انه غادي يطلب مني هاد الطلب. تلاقينا انا وياه على برا بحكم انني كنت باقا عيانه واخا هكاك درت الكوراج ومشيت تلاقيت معاه. سلام بخير كي دايره بخير. واخا الصراحه كان باين عليا الشحوب كنت عيانه جاني فقر الدم عاوتاني. المهم كنت عيانه مساليه. قال لي فلانه قلت ليه نعم. قال لي انا بغيت نعرض عليك واحد العرض الا كنتي انتريسي لهاد العرض. قلت لي شنو هو شنو كاين. قال لي انا بغيتك للزواج. بقيت انا كنضحك. قال لي عندك تكوني زعما عندك شي علاقه ولا شي حاجه مع شي حد ولا مخطوبه وانايا جيت دغيا دغيا وهضرت في الموضوع ديال الزواج دقه. قلت لي لا عادي. قلت لي لا ما مرتبطه ما حتى شي حاجه ولكن. قال لي كيفاش ولكن. هو حاجه وحده ما عرفتش واش كان داك الوقيته كان عنده الخبر ولا ما كانش. انا الوقيته اللي غادي نهضر ما عرفتش انا شنو. المهم انا قلت ليه انا راني ديجا سبق لي الزواج ومطلقه. هنا السيد بحال غادي تصدم تشوكا واحد شويه وسرعان تبدلوا الملامح ديالو وسرعان ما رجعوا الملامح ديالو لبلاصتهم. قلت ليه شنو. قال لي لا لا ما كاين والو. قلت ليه والمهم الا ما كانش في خبارك انا راني ديجا تزوجت ولكن زواجي يلاه دام واحد 3 شهور ولا 4 شهور صافي ها شنو وقع. ما قلتليش بطبيعه الحال شنو هما الظروف اللي تزوجت فيهم ولكن قلت ليه ان الراجل اللي ديت ما صدقش واخا تزوجنا عن حب وداك الشيء ما صدقش وهذه وعقل الصغر وهذه. المهم عطيته واحد النبذه عليا باش يعرف شنو وقع. قال لي لا لا انا ما عنديش مشكل انا واخا عمرني ما تزوجت وما عمري ما سبق لي الزواج. كنت ديجا خطبت واحد البنت ما كملتش عليها بسبب ظروف ما كتابتش. ولكن انايا عندي طلب واحد منك بغيتك تلبيه ليا. قلت ليه شنو هو. قال لي عائلتي ما يسيقوش الخبر بلي انت مطلقه. قال لي بحكم ان الوالده ديالي فاش جات شافتك راه جات شافتك على هذا الاساس راه هضرت معاها عليك والمره الاولى ما شافتكش ولكن المره الثانيه بغات تشوفك وراه عجبتيها والعائله ديالك بانوا ناس طيبين و قلت له ولكن هادشي راه ما كيتخباش غدا بيت غدا تقدر تسيق الخبار. قال لي لا لا ما عندها لاش غادي تسيق الخبار. المهم حنايا هادشي غادي نديروه غير بيناتنا مطلقه ما مطلقاش هادشي كيعنيني انا بوحدي وكيعنيك نتيا. باقي ما كيهمنيش خلينا ندوزو بعدا غير هاد البيريود هادي ديال الزوج ديك الساعه اللي بغى يعرف ماشي شغلي. قال لي بعدا ما عندكش الولاد. قلت ليه لا ما عنديش الولاد معاه. صافي البنات قال لي شوفي علمي والديك فوقاش تبغي نجي نخطبك. قلت ليه خليني نرجع للخدمه نقد اموري ديال الخدمه تروم بلاصه في خدمتي نقد اموري نرتاح شويه ناخذ الدواء ديالي ديال فقر الدم نرتاح شويه من العمليات جوج وحده مور وحده وداك الساعه يكون خير. وزيد حتى انت فكر في هذا الموضوع. قال لي انا ما عندي ما نفكر انا بنت الناس فكرت شحال هذه واقتنعت واحد الاقتناع تام انك انت هي الزوجه اللي غادي تصلح ليا. قلت لها سيدي الله يكبر بك
بقينا كنهضروا البنات، بدات بيناتنا واحد العلاقه زوينه، كان كيهتم بيا، كان كيبغيني، كيموت عليا. دائما كنسولو واش ما عندكش مشكل انني مطلقه، كيقول انا ما عنديش مشكل نهائيا. انا كنقول لك حاجه وحده، شنو ديري هادشي اللي دير هو الخير اللي ديري فيا. الا كنت عزيز عليك قلت لي صافي ماشي مشكل. بدينا كنهضروا غد النهار غدا، داز تقريبا شي 4 شهور ولا 5 شهور بين ما ارتحيت وشديت راسي شويه، دوزت النقاهه ديالي على خير وبخير. قلتها لوالديا، قالك لاله مرحبا بي الا كنتي باغاه. السيد بخدمته ساكن مع مو بالحق، ولكن هو الوحيد، هو الولد الوحيد اللي عندها مع 4 ديال البنات، ما عندوش خوت الدراري، عنده غير البنات كلهم مجوجين، معاه غير باه وامه. باه درويش الله يعمرها سلعه، اما مو شويه قاصحه. المهم ما علينا، جاو خطبوني. انا هضرت معاهم في الدار، قلتها لوالدي وداكشي، قلت لهم حاجه وحده، ما تهضروش على الطلاق ديالي. قال كيفاش؟ قلت لهم نتوما غير ما تهضروش، ما تجبدوش حس الطلاق، ما تجبدوش حس الزواج الاولاني. السيد هذا هو الشرط ديالو، وانا وياه تفاهمنا. قالك ماشي مشكل، نتوما تعرفوا. جاو الناس خطبوا، درنا الخطبه، جمعنا الوريقات ديالنا، درنا العقد. فاش درنا العقد بدينا كنهضروا على فين غادي نديروا الدخله، واش غادي نسافروا، واش نديروا في الهوطيل، واش شنو. قال لي لا، حنا من العادات والتقاليد ديالنا ان العريس كيدخل بالمراه ديالو في الدار ديال والديه، وانا زيد ساكن في دار والديه، انت عارفه هاد القضيه. وقال لك الحاجه الثانيه عاوتاني، ان الدخله كيديروها بطقوس وهذه وهذه، بمعنى انني انا خصني يعني نبين داك السروال ديال ليله الدخله بهذا المفهوم. قلت له ولكن كيفاش وانت عارفني شنو. قال لي انا غادي نطلب منك واحد الطلب. داك الوقيته كنا عقدنا انا وياه، درنا العقد، كان غنديروا التحضيرات ديال العرس. قال لي غادي ديري البكاره الاصطناعيه. كيفاش؟ قال لي سهله، حنا غادي نديروا بكاره. قلت له نقدروا نديروا غير نجبدوا الدم ولا شي حاجه ونبينوا على انني انا. قال لي لا، حتى انا بغيت نستمتع بديك اللحظه ونتخيلك انك انت باقا عزبه. ما بقاتناش غير العادات والتقاليد، لقيت راسي محاصره فواحد الافكار عنده هو في الدماغ ديالو، باغي يعيش اللحظه. بقيت كنشوف، ما لقيت البنات ما ندير. تشاورت مع واحد البنت كنت كنعرفها، كنت نقدروا نقولوا صديقه ديالي الانتي، ما عارفه شنو كاين وداك الشيء. قلت لي ديري له خاطرو عادي، الا كان غادي يخلصها هو انت شنو خاسره. هضرت معاه، قلت لي واش كتعرف شي طبيب اللي غادي يصاوبها ولا طبيبه؟ قال لك لا انا ما عارفش، انت شوفي من عندك. بديت كنبحث، مشيت انا سايرت معاه في داك الموضوع. ماشي مشكل، قلت ماشي مشكل. شفت واحد الطبيبه، مشينا انا وياه عندها. قال لي انا مرا مطلقه ديجا مزوجه، وانا بغيت نعيش ديك اللحظه هذيك وصافي. قالت لك ماشي مشكل. طلبتنا القد والقد، داكشي كان علينا نديرو به العرس ونشيطوه. قالك لا انت ما تضربي حسب حتى شي حاجه، انا قاد على صوالحي. درت اخواتاتي داك العذريه الاصطناعيه، وانا بيني وبينكم ما مرتاحاش وما مطمناش. وصلنا الساعه ديال الجد من بعد ما درنا العرس ديالنا. دوزت العرس ديالي في دارنا بطبيعه الحال. عرسي كان على قد الحال، ما نكذبش عليكم البنات ونقول لكم انا درت شي عرس كبير، واحد الصداقه، عرضنا على الحباب. ما بغيناش نجمعوا الناس باش ما نتفرش انني انا مطلقه، ولكن داكشي اللي خافت منه هو اللي، مع كامل الاسف داكشي اللي خافت منه هو اللي وقع لي. داكشي اللي خافت منه هو اللي وقعت فيه، ديال انني ديال انني في داك العرس ديالي فاش جاو يديوني، ما عرفتش شكون اللي وصل لعكوزتي القضيه ديال انني انا ديجا سابق لي الزواج. المهم هي ما هضرتش ديك الساعه، هزوني ديك الساعه، غير جاو هزوني، حيت هما كانوا دايرين مع والديا. قالك حنا غادي نجيو نلقاو العروسه ديالنا في الباب واجده، غادي نهزو غادي نمشيو حيت غادي يكملوا العرس ديالهم في الدار. هو كبر حيت هو اول تزويجه ليه. المهم لقيتهم مكبرين، الروينه العجوزه تقولي خشيتيها في شي سطل ديال القطران وخرجتيها الضوف وجا ولا ظلام. بانت لي ما فرحاناش وما عجباش الحال وغير كتنتصر. انا لاحظت لها، قلت لي مال امك؟ قال لي ما نعرف. المهم هي هذيك درنا ديك السرده، درت تقريبا 4 د اللباس، ما قديتش على اللباس الاخر. قلت ليه ما قديتش. جا هو قال لي نقابت صافي، ما قديتش بركه عليها. جات العكوزه ما خلاتليش. وفي الاخر وهي تقول لي ايوا حيت نتيا راكي سبقتي فرحه براسك ولدي، اول فرحه ليه، لبسي اللباس راه حنا خلصين عليه الفلوس. ما فهمت والو، قضيه مفهومه ولكن انا ما فهمت والو. ولدها ما كانش معايا ديك الساعه.
جا قلت ليه فلان ما امك شنو قالت لي قال لي لا انت يمكن غير راكي حيت موسوسه وداك الشيء ما كاين والو، شكون اللي غيقول ليها. المهم البنات كملت زدت جوج لبسات وحدين اخرين وانا عينيا كيتسدوا، عييت عاد فريمون البنات مع كنت يلاه فاتحه راكم عارفين مازال ما بريتش 100%، راه كنت دوزت شي 5 شهور ولا 6 شهور مورا العمليه ودرت العرس. مهلوكه اختكم، مهلوكه رجليا ما كيرفدونيش. ايوا هي هذيك سالينا سالينا داك الشيء هذاك، طلعنا حنايا بحال هكا دخلنا للدار مع العرس درناه، داروا داك الخزانه المتنقله، درنا العرس غير على برا هي في الزنقه، راكم عارفين الاعراس الشعبيه. دخلنا بحالاتنا للدار على اساس غادي نديروا للدخله. ايوا دخلنا للبيت حنا عاد كنهضروا انا وراجل، قلت ليه امك ما عرفتش علاش تعاملت معايا بهذه المعامله، وحنا نسمعوا الدقان في الباب طاف 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 طاف. حنا المهم كنوجدوا غادي نديروا الدخله زعما باش غادي يخرجوا الزيف هذا يلعبوا به وديك الشيء، وحنا كنسمعوا الدقان. الراجل هو يقول ليها شكون؟ قالت لي غير انا. قال ليها امي غنسالي وغادي نخرج عندك. وانا نقول ليه كيفاش غادي تسالي، واش كتهضروا مع امكم هكا عادي، امك كتهضر معاها هكا عادي؟ كيقول لي امي راه انا هو الوحيد اللي عندها وراكي عارفه كندير لها الخاطر وصافي. ايوا هي هذيك قال لها هاد الهضره، هي مشات ما بقاتش عاودت دقت علينا. ايوا درنا الليله ديالنا البنات، واخا داكشي اصطناعي وداكشي فيك وداكشي ما فيدوش، داكشي داز يعني انت تقولي هادشي راه بصح حقيقي كيخرج الدم، كتحسي بواحد المهم كاين شي حوايج يعني تقولي انت عايشاهم الحقيقه. ايوا شدينا ديك الزيف، عيط سالينا عيط عليها، جات عندنا البيت، دخلت انا بيني وبينكم دخلت للدوش سديت عليا، هو عطا داك الزيف. هي تقول لي دابا من هذا واش ذبحتوا شي دجاجه، واش ذبحتوا شي قن، واش منين جبتوا هاد الدم؟ وهي يقول لها امي انت شنو كتقولي، هادشي راه زعما العروسه. قالت لي نوضه وليدي تقعد، هذه راه ضحكت عليك. انا سمعت الهضره ديال عكوسي وهي تقول لها فين مخبيه ياك، خرجي عندي لانا. يا البنات ما نكذبش عليكم، اللحم ديالي بدات كترعد، كنحس القلب ديالي كيترعد كيرجف. خرجت قلت لها شنو خالتي؟ قالت لي ماشي حشومه عليك ضحكتي على عائله قدها قداش؟ قلت لها باش ضحكت عليكم اخالتي انا؟ قالت لي الدم، قالت لك ضحكتي على ولدي لقيتيه درويش ولقيتيه هنيه وهي الدايره وهي الفاعله وحساب لك. ما غاديش نسيق لك الخبر، والنيه راه ما عمرها تكون مع حتى حراميات و ردتني انا نصبت على ولدها وضحكت عليه وبلي انا سبق لي الزوج وهو ما عندوش الخبر. وين دق قال لي امي انا راه في خباري السيده راه مطلقه، ما عرفتش شكون اللي قال لك هاد الهضره ولكن انا في خباري. قالت ليها ولدي خبارها يجيبوها التواله، من بعد غادي نعرف شكون اللي قالها. قالتها واحد بنت عمي هي اللي قالتها، وهي وعوسي اللي قرت ليا. ايوا دارت لينا فضيحه، حيدت الشال على راسها وبدات تنتف شعرها ويا ويلها، وهي بغات البنت عزبه لولدها صدقت ديالو الهجاله. وهذا الدايره انا البنات بيني وبينكم ما قديت لا نبكي ولا نسكت، بديت كنترعد ما عرفتش اصلا كيفاش غادي نهضر، كيفاش غادي ندافع على راسي. ولو ان الراجل اللي تزوجت به صراحه كان كيدافع كيقول لها امي راه ماشي هاد الليله هي الاساس ديال العلاقه، راه الاساس ديال العلاقه الزوجيه هو التفاهم والحب. هي ما فهمت حتى شي حاجه من غير ان خصها هذه اللي تزوجتها لولدها ما تكونش مطلقه، ما خصهاش تكون هجاله. والبنات عقدتني في الحياه ديالي. دوزنا ديك الليله ب 66 كشفه، قنعه ولدها انها تخرج ديك الزيف ولكن ما بغاتش، تهزات وبغات تخرج. ولات قالت له واش بغيتي تضحك فينا الناس، والناس راهم عارفينها مطلقه وجايين معاها العائله ديالها وراه عارفينها مطلقه، وانا خرج نضحك على راسي واش نضحك على الناس؟ قالت لي جمع عليه دابا هادشي وطوي، دابا ما عندنا ما نديرو. ايوا جاو بناتها ساقوا الخبر دخلوا بقاو مالكم شنو واقع شنو كاين. عاودت لهم قالت لهم ها شنو المراه اللي دينا راها مطلقه. قالوا لي امي مالا مطلقه اشنو فيها معلين عندها بنتها مطلقه ومعاوده الزواج. نتقد داك البنت المطلقه قالت لها مالها انا هاني انا طلقت وتزوج. قالت لها حنايا ما كذبناش على السيد. قلت لها خالتي انا ما كذبتش عليه، راه قلت ليه مطلقه، هو اللي قال لي ما تقوليش لوالديا وهو انا الا كذبني. ايوا عاد تفهمت واحد شويه، ولكن الحمد لله من بعد الامور رجعت للطبيعه ديالها. عكوسي واخا مازال هازه شوكتها عليا، الحمد لله على الاقل انا كندير معاها الخاطر ومساعفاها غاديه معاها على قد العقليه ديالها. بالنسبه للخدمه راجلي ما خلانيش نخدم، كان قال لي جلسي في الدار، هو عطاني اختيار الصراحه ماشي جلسني بزاف، قال لي انا من الاحسن تجلسي في الدار، الا ساعفتيني جلسي في الدار
ولدي وليداتك قابلي دويرتك وقابلي والديات الله يلي فيهم. انا ما بغيت بخدمتك داك الصالير اللي كيعطيوك في ديك الشركه انا نعطيه لك، لا غير جلسي في دارك. وفعلا البنات ما خدمتش الصراحه بزاف مولاي، تقريبا خدمت غير واحد 7 شهور، حبست الخدمه لقيت راسي حامله. دابا انا كنولد عكوسي كتربي معايا، ولكن دائما كتجبد عليا هذا الموال ديال كان وكون وكان وعلاش وكيفاش وهادي. ولكن كاع العائله من بعد غادي يسوقوا الخبر بلي انا ديجا كنت مطلقه، راجلي ما عندوش مشكل نهائيا، الحمد لله انا وياه متفاهمين بخير وعلى خير. مؤخرا طلقني الطليق ديالي على غفله، بغى يوقفني يهضر معايا وانا ندور في دور الزمان، ما عطيتوش فرصه باش يهضر معايا. وهذا الشيء اللي كاين، وهذه هي قصتي وحكايتي. وبغيت نقول لكم باللي ماشي كل امرأة مطلقة راه فيها العيب، راه داكشي اللي كيكون ما بين الراجل ومرته راه ربي هو اللي كيعلم به، القبيح والمزيان ربي هو اللي كيعلم به، وكل واحد عنده ظروف باش تطلق. ماشي هذا كيعني ان المرأة ما مزياناش حيت طلقت ما مزيانش، او الراجل ما مزيانش حيت مطلق، عادي. هادشي اللي كاين اخواتاتي، شكرا لكم والسلام عليكم. كانت هذه القصه ديال هاد الاخت. بغيت قبل ما نهضر ونعطي الراي ديالي في هاد القصه، بغيت نسول اخوتي الرجال واخواتاتي العيالات، انتي مطلقه الا جاك راجل عزري واش تقبلي تزوجي به؟ الا تحطيتي في هذا الموقف واش توافقي؟ خويا الراجل الا كنتي عزري واش توافقي تزوج بحدا مطلقه؟ بغيت كامل الراي ديالكم، وانا غادي نقول لكم الراي ديالي ان المراه مطلقه دابا اللي كتطلق ولات كتفرح باش نكون. مشى الزمان ديال ان المراه فاش كتزوج كنفرحوا لها وكنحزنوا حيت مازال ما سهلش علينا الله و دابا تبدلت الامور. دابا اللي كنعرفوها طلقت الله سعداتك. انا بعدا والله العظيم كنت كنشوف عيالات مطلقين كيقول لك طلقت، كنقول سعداتك عقباليه حتى تعوقبت. والله العظيم، لان هذا لا يعني ان المراه مطلقه راها ما مزياناش. انا مطلقه وافتخر، راه الحلال بين والحرام بين، الطلاق والزواج ربي حللهم، وما حلل ربي الطلاق لحكمة يعلمها هو. وراه كما قالت السيده على لساني، راه ما بين المراه والراجل ربي اللي كيعلمو. يبان لك الراجل ملاك والمراه تبان لك ملاك، ولكن شنو بيناتهم الله بوحدو اللي كيعلم. يقدر تكون هي مزيانه وتا هو مزيان، ولكن واحد النقطه بيناتهم ما تفهموش عليها شنو هي، هما اللي راهم عارفينها شنو هي. فبنادم بلا ما يبقى يدخل لراسو مداخل السوء. والرسول صلى الله عليه وسلم راه تزوج شحال من مطلق، تزوج الارمله وتزوج اللي ما عندهاش عذريه، وتزوج الارمله وتزوج العزبه وتزوج الكبيره. واخا حنا ما غاديش نوصلوا للمقام ديال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن كيبقى هو القدوه ديالنا حنايا. هادشي اللي كاين. وانا بالنسبه للراي ديالي، انا كون يخطبني واحد عزري ما نتزوجش به، اما يكون ارمل ولا مطلق. وتا لا كان عزري يكون كبير عليا، يعني هذا هو الشرط، يكون عزري يكون عمرو سبق له الزوج، ولكن يكون كبير عليا ما يكونش صغير عليا. هادشي اللي نقدر نقول لكم، والله يجيب لينا شي دفن نعيشوا الالماس ديالنا ان شاء الله. شكرا لكم، الى ان القاكم، استودعكم الله. ما تنساوش قناه سمح حكيت، انا كنحط لكم فيها الطوب ديال القصص. ما تنساوش سمح حكيت رقم 2 كنحط لكم فيها جديد ديال القصص. كنبغيكم بزاف، وبسلامه عليكم.